بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. في البدايه اللايك والشير. تعالوا مع بعض نتوقع الثلاث مباريات النهارده، الاهلي والزمالك وبيراميدز. طبعا النادي الاهلي هيلعب مع انبي الساعه 8، وبيراميدز هيلعب مع سموحه الساعه 8، وبيراميدز هيلعب مع سيراميكا كليوباترا الساعه 8. ثلاث مباريات في توقيت واحد. تعالوا مع بعض نتوقع المباريات، مين اللي هيفوز مين اللي هيتغلب، هل النتائج هتطلع بنفس النتائج اللي احنا هنتوقعها ولا لا. تعالوا مع بعض نتوقع المباريات، بس الاول نحسب حسبه كده بسيطه. في ترتيب الدوري النادي الاهلي عنده كام نقطه؟ النادي الاهلي عنده 47 نقطه، وبيراميدز عندها 50 نقطه، والزمالك عندها 50 نقطه. ترتيب الدوري الزمالك في المركز الاول ب 50 نقطه، وبيراميدز المركز الثاني ب 50 نقطه، والاهلي المركز الثالث ب 47 نقطه. نيجي لمباراه النهارده. النادي الاهلي لو فاز النهارده على انبي هيبقى عنده 50 نقطه. طيب بيراميدز لو فازت هيبقى 53، والزمالك لو فازت هيبقى 53. هيبقى الترتيب زي ما هو، لان بيراميدز الزمالك متفوقه على بيراميدز، متفوقه عليها في المواجهات المباشره، فهيبقى برضو الزمالك في المركز الاول، وبيراميدز في المركز الثاني، والاهلي في المركز الثالث. طيب نحسبها حسبة بقى. لو الاهلي فاز هيبقى 50 نقطة، وبيراميدز اتغلبت هيبقى عندها 50 نقطة زي ما هي، والزمالك اتغلبت يبقى عندها 50 نقطة زي ما هي. طيب ترتيب الدوري هيمشي ازاي؟ هنيجي للمواجهات المباشرة. النادي الاهلي بيراميدز متفوقة على النادي الاهلي، والنادي الاهلي متفوق على بيراميدز، والزمالك متفوقه على مين؟ الزمالك في المواجهات المباشره متفوق على مين؟ على بيراميدز، والاهلي متفوق على الزمالك. فانت لو بصيت لي ده متفوق على ده، وده متفوق على ده، وده متفوق على ده، فترتيب الدوري هيمشي ازاي؟ هنبص لفرق او المواجهات المباشره الاهداف. النادي الاهلي مغلوب من الزمالك من بيراميدز 3 الدور الثاني، واثنين الدور الاول، يبقى 5 اهداف. والزمالك مغلوبه من الاهلي 2 الدور الاول و3 الدور الثاني، يبقى 5 اهداف. وعندك بيراميدز مغلوبه من الزمالك نفس عدد الاهداف. فانت هتبقى الترتيب هيمشي ازاي؟ لما ده متفوق على ده وده متفوق على ده، هترجع لايه بقى؟ للاهداف او فرق الاهداف بين المباريات. بس انت هتبص في نقطه، ان انت الزمالك هتبقى مغلوبه كام ماتش؟ تبقى مغلوبه ماتشين، لان هي هتبقى اتغلبت من الاهلي واتغلبت من سموحه، ده بالنسبه للدور الثاني. وبيراميدز هتبقى مغلوبه كام ماتش؟ برضه مغلوبه ماتشين، تبقى مغلوبه من الزمالك، ومغلوبه من مين؟ من سيراميكا كليوباترا. طب النادي الاهلي مغلوب كام ماتش؟ النادي الاهلي هيبقى مغلوب ماتش واحد، اللي هو اتغلب من مين؟ اتغلب من بيراميدز، لان اول مباراه بين الاهلي وسيراميكا النادي الاهلي تعادل، بعد كده فاز على مين؟ بعد كده فاز على سموحه، بعد ما فاز على سموحه اتغلب من مين؟ اتغلب من بيراميدز، بعد ما اتغلب من بيراميدز فاز على مين؟ فاز على الزمالك. فالمباراه دي الاهلي لو فازها هيبقى النادي الاهلي مهزوم مباراه واحده بس. فكده النادي الاهلي هيبقى ترتيبه ايه؟ هيبقى ترتيبه الاول في الدوري. في حاله ايه؟ في حاله هزيمه الزمالك وهزيمه مين؟ هزيمه بيراميدز. طب بيراميدز والزمالك ما اتهزموش، او بيراميدز مثلا الزمالك اتهزم يبقى عنده 50 نقطه. طب ازاي بيراميدز اتعادلت؟ هيبقى عندها كام نقطه؟ هيبقى عندها 51 نقطه، يبقى بيراميدز في المركز الاول والنادي الاهلي في المركز الثاني، لان انت ساعتها هتلجا للمواجهات المباشره. المواجهات المباشره النادي الاهلي متفوق على نادي الزمالك، والزمالك يرجع مركز ثاني. طيب لو الزمالك مثلا اتعادل وبيراميدز اتغلبت، هتبص للمواجهات المباشره ترتيب الدوري هيفضل زي ما هو، لان انت هتبص للمواجهات المباشره ان بيراميدز متفوقه على النادي الاهلي، يبقى الزمالك مركز اول ب 51 لو في حاله التعادل، وبيراميدز المركز الثاني ب 50 نقطه لو اتهزمت، والاهلي المركز الثالث ب 50 نقطه لو ايه في حاله الفوز.
هيبقى برضو ايه الترتيب زي ما هو، الاهلي في المركز الثالث. يبقى انت عايز النهارده عشان تبقى في المركز الاول ان بيراميدز يتغلب والزمالك يتغلب. ده في حاله ان يكون الاهلي عنده فرصه انه يبقى المركز الاول، وان هو يوصل ان هو ياخد ايه بطوله الدوري. بس ده طبعا سيناريو بعيد جدا. توقعاتي انا بقى مباراه النهارده بالنسبه للاهلي والزمالك وبيراميدز، النادي الاهلي هيفوز على سموحه 1-0. الزمالك، او قصدي الاهلي هيلعب مع مين؟ الاهلي هيلعب مع انبي. النادي الاهلي هيفوز على انبي 1-0. الزمالك هتتغلب من سموحه 2-1. بيراميدز هتتعادل مع سيراميكا كليوباترا. وتوقعاتي ان ممكن بيراميدز تتغلب من سيراميكا كليوباترا، لان سيراميكا عايز برضه يوصل، لان سيراميكا مقرب من النادي الاهلي. ده توقعاتي. كل واحد برضه يقول توقعاته في الكومنتات. اهم حاجه تعمل ايه؟ اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس.